عاجل البلوجر شيماء سعيد تستغيث من زوجها المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، وأول رد من زوجها على الفيديو التي انهارت فيه. أثارت خبيرة التجميل المصرية شيماء سعيد زوجة مطرب المهرجانات الشعبي إسماعيل الليثي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت شيماء في بث مباشر على منصة التيك توك في حالة انهيار لتوضح عن تعرضها للضرب وسرقة كل ما تملك على يد زوجها إسماعيل الليثي. وقالت البلوجر شيماء في البث وهي منهارة: صحيت من النوم لقيته اختفى ومعاه بناتي وسارق دهبي وفلوسي ومفتاح عربيتي. أنا مستحملة من 10 سنين وبيكلم بنات عليا، عايزة حد يلحقني. الواقعة أثارت غضب وتعاطف معها الكثير من المتابعين، حيث تناقل الكثيرون تفاصيل الأزمة وتسليط الضوء على العلاقة بين الزوجين. وظهرت شيماء سابقا في عدد من اللقاءات الإعلامية برفقة زوجها، منها لقاء مشترك على قناة الشمس وقدم أغنية في يوم وليلة زوجها، كما شاركت في فيديو كليب أغنيته الأخيرة انت الغزالة. وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهرت فيه شيماء وهي منهارة، رد إسماعيل الليثي وقال: صفحة شيماء متهكرة والفيديو قديم ومفيش مشاكل ما بينا. شيماء سعيد هي والدة الطفل رضا المعروف بلقب ضاضة، الذي توفي في شهر سبتمبر الماضي إثر سقوط مأساوي من بلكونة المنزل بالدور العاشر. وأعرب وقتها إسماعيل الليثي عن حزنه عبر حسابه الرسمي قائلا: ابني وابن عمري في ذمة الله. ومن أشهر أغاني الليثي جدو نحنوح وأمان يا صاحبي وعنتر وبيسة.